السلام بنات، عواشركم مبروكه. كي درتو مع تماره نتاع كوزينه. اليوم غادي نقدم لكم حريره وجديه على حقها وطريقه جاتني بنينه 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 بنينه. انا درت الكميه تاع الحمص، درت رزمه تاع حزمه تاع معدنوس، حزمه تاع القزبر، جوج تاع الطماطيشات، نص بصله، قطعه تاع ملحم شويه، زدت الملح، كبيت عليهم الماء الكافي باش يطيب لي هذاك الحمص. هادو 3 توابل. انا زدت عليهم الكرفس كنت نسيتو، غرقت على الكوكوط وخليتها طيب لها داكشي. مين طابت ديك الطوماطيش قزبر معدنوس وبصله قلعتهم وخليت الحمص يزيد في الطياب. من بردولي طحنتهم في مولينكس، طحنت طوماطيش البصله القزبر المعدنوس الكرفس كلشي طحنتو، كيجي احسن ملي تقطعيه. هاني طحنتو وغادي نزيدو على الحمص غادخلو الطياب. هنايا داك البخار ما يخليش الصورة زينة. هو الشكل نتاعو عاد. درك زدت شوية تاع الزيت، غير شوية ما زدتش بزاف. زدت التوابل، عندي الخرقوم، فلفل احمر، سكينجبير، الكروية، راس معلقة تاع القرفة وراس معلقة تاع كبابة. حنا كنديرو الكبابة والكروية، وكنغلبو الكروية على الكبابة. الكبابة كدير شي 40 درهم للكيلو قالك، كندير راس معلقة، لا هي لا في المقروط كنديرو. هنايا غادي ندير هاد الخليط نتاع الفرينة. درت 2 معالق فرينة، زدت عليهم كمية تاع الماء، خلطت مزيان. هاد السليلو فوي راني نسلك بيه. بعد ما خلطتو زدت 2 معالق صغار تاع الطماطم مصبارة، خلطت المكونات 3 4 دقيق والماء ولا 3 دقيق والماء والطماطم. كبيتو على داك البويون. صار انا مطبخ الخط بالبخار، هو الشكل نتاعه. هنا جبت واحد نص نورة درتها في هذاك البويون حامي وذوبتها. هاد ما ذوبتهاش مزيان، كنت مزروبه. زدت على الخليط. انا شدت التليفون بيدي علاش ما خفت عندي هذاك التخربيق يوقف عليه التليفون. عندي قصير ما تكون شي حاجه غير ما يبانش واش كاين داخل. نقلعت هذيك الرغوه اللي تطلع فوق الكوكوط فوق الخليط ولا الحريره، هي تندير الفوق وانا نقلعها. تيجي واحد الوقيته ما تبقاش كاع تندير هذيك الرغوه فوق الحريره. هنا في التالي زدت قليل من القزبر وشويه كروي، زدتهم في الكوكوط. بعد ما طاب لي شي بدينا بالمعلقه نتاع عمرتها بالشربه، غسلتها وزدتها في الحريره. وجات واحد الحريره فنه 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 فنه. هاو الشكل نتاعها بعد ما طابت. جيت نكبها في الغرفه، ساعه ما قدرتش نخدم بيد وحده. تاكلوها بالصحه والراحه. الى نلقاو في فيديو جديد ان شاء الله.